السلام عليكم، يلا بينا النهارده هنعمل الفطار مع بعض ويا رب يعجبكم. اول حاجه هبدا بيها الفطار هنعمل حاجه حلوه. بس ايه رايك ما تيجي نبدا كده الفيديو بحاجه احلى ونصلي على حبيبنا وشفيعنا ورسولنا سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. لو اول مره تدخلي قناتي معاكي نورة الامام، اتمنى ان انت تشتركي في القناه وتفعلي الجرس وتشاهدي الفيديو للاخر وتسيبي لي كومنت حلو وتقولي لي بتتابعيني منين. يلا بينا نبدا الفيديو. اول حاجه خالص كيلو واحد من اللبن، لبن حليب عادي. هنزل عليه كده بخمس معالق من الكاستر. والكاستر اللي معايا النهارده كان ابيض ما كانش اصفر، فحبيت اعزز اللون شويه كده، حطيت يجي 3 4 نقط كده من لون الطعام، ازاز كده بتيجي من عند العطار لما وصلت للون ده. والسكر طبعا حسب الرغبه، عايزه سكر كتير قليل على حسب رغبتك انت وعلى حسب مزاجك انت. هفضل اقلب فيه شويه كده على البارد قبل ما اروح على البوتاجاز. وبعد كده هروح بقى على البوتاجاز، افضل برضو بالمضرب اليدوي وده اقلب فيه لحد ما اوصل للقوام اللي شفناه مع بعض. وبعد كده نجيب بقى الاطباق بتاعتنا ونبدأ على طول ان احنا نغرفها. هنعمل الاطباق اللي انت شايفاها قدامك دي، هنسيب منها حتة كده صغيرة عشان هنعمل طبقة تانية. الاطباق اللي هي الكبيرة اللي ديت اللي هي الطويلة شوية دي هملاها، هتبقى ده كاستر كده سادة زي ما انتم شايفين. في كاستر بيجي من السوبر ماركت عادي بيبقى هو اللون اصفر على طول، يعني هو اصلا هو ده الطبيعي الكاستر اللي احنا عارفينه. بس ده جه ابيض بقى للاسف. حلة تانية على النار كده فيها 3 كوبايات من المية، والسكر برضو حسب الرغبة. زي ما انت عايزاه مسكر عايزاه مش مسكر اللي انت عاوزاه. واتنين باكت من اللي هو الفراولة. اتنين باكت جيلي فراولة. جبته برضو كده وبقوم جايه منزلاه وبفضل اقلب فيه شويه كده لحد ما الكتل اللي فوق ديت بتفك كده معايا. وبعد كده جيت على طول صبيته على الكاستر زي ما انت شايفه كده، وبس كده خلصنا الحلو بتاعنا. عملت النوع ده، والاطباق التانية ديت حطيت عليها شويه كده من الزبيب وشويه كده من جوز الهند، وبس كده خلاص هسيبهم بس يهدوا كده ويبردوا، وبعد كده ادخلهم بقى التلاجة على طول. معايا دلوقتي بقى كده طاسة فيها كده كام بصلة كده متخرطين شوية بصل كده حلوين. وهبدأ على طول ان انا اشوح فيهم. وبعد كده هنزل عليهم بمادة دهنية، هنزل عليهم بزيت. وهفضل ان انا اقلب فيهم كده لحد ما ايه، يعني مش عايزاهم يحمروا. وعيب البصل الابيض ده، البصل اللي معايا ده ابيض، يعني ممكن الطاسه تتحرق معاكي ويكون هو لسه كده ايه برضو لسه ما خدش لون كبير ولا حاجه. معايا بقى كبد وقوانص غسلاهم ومقطعاهم كده حتت صغيره ومظبطاهم، بص مخليهم زي الفل. هنزل دلوقتي كده على البصل بعد ما خلاص دبل معايا وهديله كام تقليبه، وهنزل عليه البهارات. البهارات اللي احنا عاملينها مع بعض، والفلفل الاسود ده اساسي. وحبهان مش هنزل الملح دلوقتي، هستنى كده شويه قرب ما تيجي تستوي كده هقوم جايه نازله عليها ايه بالملح. معايا بقى قرنين من الفلفل الاخضر دلوقتي وقرن كده من الشطه. هبدا على طول اقطعهم كده وهنزل عليهم على طول بالكبد والقوانص لان هي اصلا مش بتاخد وقت. عندي دلوقتي وراك كده مغسوله ومتنضفه يعني بصي عامله لها كده محلول زي الفل، همسكها دلوقتي كده اقطعها، وبعد ما اقطعها من بعد ما ايديا مسكتها كده برضه هروح برضه اديلها شطفه تانية وهاجي برضه اتبلها. طب هتبلها بايه؟ فلفل اسود وبرضه نفس البهارات اللي احنا عاملينها برضه الكام بهار مع بعض دولت. وملح بقى، وهمسكها اتبلها اديلها تتبيله حلوه كده. وهسيبها على جنب. ومعايا بقى خضار دلوقتي، معايا فلفل اخضر ومعايا طماطم ومعايا شطه. ومعايا كمان بصل، مش هكتر بصل قوي. تمام كده. دلوقتي تبلت الفراخ زي ما قلت لكم، هسيبها بقى دلوقتي كده على جنب. معايا بقى دلوقتي كده الصينيه ديت اللي هشتغل فيها اللي هسوي فيها برضه. هبدأ على طول معايا هي بصلة واحدة بس. هبدأ دلوقتي كده أقطعها، وساعة ما أقطع البصلة مش هنزل عليها بقى، مش هقطع عليها بقية الخضار على طول، لا هتبلها برضو بنفس البهارات اللي أنا تبلت بيها الفراخ. برضو هتبل بيها البصلة. ومعايا سماق برضو، نسيت أقول لكم إن أنا حطيت سماق وحطيت البهارات وفلفل أسود والملح. تمام كده. أهو زي ما انتم شايفين كده. هبدأ دلوقتي بقى كده الطماطم على طول هبدأ إن أنا أقطعها كده إيه طرنشات. والفلفل برضو والشطة وكل الحاجات دي زي ما انت شايفة كده على طول. مش لازم بقى بطاطس ولا كوسة ولا حاجات من دي. على فكرة كل نوع خضار بيودي الصينية يعني لاتجاه تاني كده غير ده خالص. شلت كده شوية من الخضار اللي معايا ده، وبعد كده رصيت الفراخ وهنزل بقى بالنص التاني كده. اهو زي ما انت شايفة كده، وهغطي بقى الفراخ بتاعتي خالص. انضف بس المكان كده ورايا. وبعد كده نجيب بقى فصين كده من الحبهان وفصين من التوم. ونبدأ كده نحطها زي ما قلت لك، يعني حطيت الحبهان بتشم ريحة، حطيتي التوم بتشمي ريحة تانية، يعني كل حاجة بتحطيها بتودي معاكي الدنيا بصي في حتة تانية خالص.
أيوه كده، حطيت كده الحبهان، ومعايا كمان جبت راس كده من التوم هاقشّر بس كده برضه فصين وهانزّلهم عليه، وشوية من الزيت، وبعد كده هاقوم جاية لافّاها بقى كده بورق فويل، وهاسيبها بقى لإن إحنا كنا لسه بدري شوية، هاسيبها بقى دلوقتي تتّبل كده، وبعد كده أبقى إيه، أروح أودّيها بقى على النار وأهدّي عليها. يالّا بينا هنعمل نوع حلو بقى، معايا دلوقتي كده كوبايتين من السكر، على كوباية ونُص من المَيّة، وكمان عصرت نُص ليمونة، وحطيت باكت من الفانيليا، بس أنا مش عارفة ليه ما صوّرتش الفانيليا وأنا باحطها، بس والله أنا حطيت فانيليا يعني، حطيت كيس فانيليا وبتشم ريحة المطبخ بقى جبارة حرفيًا. أهو، وكمان كنت عملت هنا عصير فراولة، قطّعت فراولة وأحط عليه السكر وأخلطه، وبرضه كنت عملت عصير تمر في الوقت ده، عملت عصير الفراولة وعصير التمر وحطيتهم في التلاجة. معايا بقى ده كربات كده كنت غاسلاه ومضبّطاه وعاملة له محلول جبار. طب عاملة له محلول إيه، حاطة عليه ملح وحاطة عليه ليمون، عصرة عليه ليمون وسكر وطماطم ومضبّطاه مخلّية ريحته بُصّوا جبارة. يالّا بقى كده عشان نزوّد الريحة ونعلّي التيست معانا. حبّتين من البصل على حبّاية من الطماطم، وهابدأ دلوقتي كده إن أنا أقطّعهم، لو عايزة تعملوهم في الكَبّة اعملوهم في الكَبّة، بس كُلّه محصّل بعضه، تمام؟ قطّعتهم كده على طول أهوّة، وهانزّل عليهم بقى شوية بهارات حلوين، برضه الأساسي هو الفلفل الأسود، حُطّي فلفل أسود عشان ما تشمّيش لريحة الأكل بتاعِك أي ريحة زفارة خالص، وشوية بقى من الملح كده، وامسكي بقى الكلام ده بُصّي بإيديكِ كده اهرسيه هرس كده. آه والله بجد، امسكيه كده افضلي ادعكي فيه، وبرضه كنت تبّلت الدَكَر البَط، مسكته كده تبّلته، بُصّي بقى الفراخ وجمال الفراخ وحلاوة الفراخ، جبّارة، كنت خلاص حطيتها على النار. معلش بقى مش عارفة المقطع ده ما اتصوّرش والّا إيه، المهم يعني إن أنا حطيت كده دَكَر البَط كده، مسكته تبّلته من جوّه ومن برّه كده كلّه بالخلطة اللي إحنا عملناها، البصل والطماطم المتبّلين دول. يالّا بقى نعمل صينية رقاق بالزبدة، معايا شوربة باردة ما كانتش متسخّنة، ما كانتش مغلية يعني، وهامسك كده الرقاية أمسكها كده في قلب الشوربة باللها، وأحطها كده على طول إيه، في الصينية، وطبعًا بنبقى حاطين في الصينية كمية من السمنة عشان الرقاق ما يلزقش معايا، وبعد كده معايا بقى الزبدة، ما بين كل رقاقاية ورقاقاية بتدهني دهنة سمنة، لإن الرقاق بتاعنا النهارده رقاق بالزبدة وبالسمنة، ما فيهوش لا لحوم ولا فيه حاجة خالص. كان خلاص كانت الدكر البط كده كان خلاص اتبل كده واتضبط، غليت له دلوقتي مَيّة ونزّلت عليه كده على طول إيه، آمم، نزلت بقى بيه كده في المَيّة وحطيت كمان حبّهان وضبّطت وشِم الريحة بقى. هنشوف شوية شوربة النهارده حاجة كده من الآخر. يالّا بينا نعمل كمان إيه، صينية جلاش. كان الكبد والقوانص اللي إحنا كنا عاملينها ومتبلينها في الأول، لو عايزة تستبدليها بلحمة مفرومة تمام، بس أنا باحبها أوي بالكبد والقوانص. معايا الصينية دلوقتي كده ومعايا السمنة هانزل فيها كده في أرضية الصينية كده بشوية من السمنة، وهابدأ إن أنا أدهنها، وبعد كده هنبدأ على طول، على طول نرص بقى صينية الجلاش بتاعتنا. أهو، هاجيب بس الصينية النحادة شوية كده عشان نقرّبها للكاميرا والدنيا تبان أوضح كده. هابدأ على طول إن أنا أنزل بالصينية، لو الصينية اللي عندِك على قد الرقاق بالضبط تمام، بتحطّي الرقاقة وخلاص، مش بتغلّبِك ولا حاجة خالص. الصينية بتاعتي كانت صغيّرة شوية، فبيبقى لازم إيه، الطرف ده لازم أقوم جاية تانياه، بس مش هاخلّي التانية يعني إيه، كلّها كده بعدد الرقاق كلّه، يعني مش هاخلّي الرقاق كلّه يكون متني من نفس ناحية واحدة، لأ، يعني أقوم جاية مخلّية هنا مثلًا 3 تانيات، والناحية التانية أقوم جاية مديّرة الصينية برضه إيه، تبقى 3 تانيات، عشان بحيث إن في الآخر كده تلاقي الصينية كلّها سِوَت بعضها، ما تكونش حتّة عالية أوي وحتّة إيه، تكون واطية وكده. وفي النُص بقى باقوم جاية حاطّة بقى الكِبَد والقوانص بتاعتي على حسب ما الصينية بتاخد، وبعد كده بابدأ على طول برضه أرُصّها تاني لحد ما باخلّص كمية الرّاق اللي معايا كلّها. بالسكينة بقى دلوقتي كده بتدّي لها كام تقطيعة كده، وبرضه إيه، أهو زي ما أنتِ شايفة كده. هنسقيها دلوقتي باللبن. تمام، أهو معايا كده اللبن هاسقيها لحد ما تاخد معاكِ، بتحطّي شوية تفضلي تحرّكي كده في الصينية لحد ما تحسّي إن خلاص الجلاش كلّه اتشرّب باللبن وخلاص بقى غني كده زي ما أنتِ شايفة. معايا سمسم دلوقتي بقى كده هارُشّه على وشه عشان برضه أدّي له شكل كده، وكمان معلقتين من السمنة، أهو. وهاسيبها برضه على جنب. معايا برضه كنافة، هنعمل النهارده كنافة، صينية كنافة بقى بُصّوا حرفيًا جبارة. معايا الكنافة كانت في الفريزر، باحبها أحطها كده في الفريزر وأطلّعها أفرُكها على طول بدل ما أعملها في الكَبّة. بإيديّا كده على طول، وهابدأ على طول إن أنا أفرُك فيها لحد أمّا أخلّيها حتت صغيّرة كده. ومعايا السمنة دلوقتي برضه مسيّحاها هانزّلها عليها، وهابدأ على طول إن أنا أخلّيها كلّها متغلّفة كده بالمادة الدهنية، اللي هي السمنة طبعًا.
أهو لحد أمّا أحس إن الكنافة كلّها متغلّفة، وتكون الكنافة كده فيها سمنة حلوة بمقدار كويس عشان تبقى معاكِ كده دايبة دوب كده بعد ما تستوي، تمام؟ عايزة كنافة صح، ادّي لها السمنة المضبوطة. خديها قاعدة كده، وكمان أرضية الصينية كمان باحط فيها برضه كمية مناسبة حلوة كده من السمنة، عشان برضه تدّي لها لون كده حلو وتخلّيها كلّها موحّدة كده ولونها كلّه موحّد. حطيت كده أول طبقة دلوقتي وهابدأ على طول إن أنا أفردها كده على طول في أرضية الصينية وهاسيبها بقى على جنب لمّا نعمل الحشو. معايا دلوقتي كده كيلو من اللبن كان لأ مش كان كيلو، كان يعني كيلو إلا شوية، خدت منّه شوية للرقاق اللي شُفناه مع بعض وبقيته بقى عملنا إيه، بيه القشطة الكدّابة. نزلت دلوقتي كده باللبن وحطيت عليه كده ييجي 3 معالق كده من النشا، والسكر بتاعي برضه حسب الرغبة، يا جماعة السكر ده حسب الرغبة، مش هاقول لِك حُطّي سكر قد إيه، السكر ده حسب الرغبة ودوقي أنتِ بقى وشوفي أنتِ، شوفي بقى الشوربة وجمال الشوربة وحلاوة الشوربة. وبعد ما فضلت أقلِّب فيهم شوية على البارد كده، رُحت بقى دلوقتي على النار وهابدأ إن أنا أقلِّب فيهم لحد أمّا أوصل لقوام كريمي، تكون عاملة زي القشطة معاكِ وناعمة، ما تبقاش مخرّزة ولا تبقى مكتّلة ولا فيها حاجة خالص. بس كده خلاص، يالّا بقى دلوقتي بعد ما قلِّبت ووصلت للقوام اللي أنا محتاجاه، هانزل بيه دلوقتي على الكنافة، وللأسف الشديد إن المقطع ده آآ اتمسح، مش عارفة كان إيه اللي حصل بصراحة والمقطع ده اتمسح خالص. نزلت هنا كده بالقشطة أهوّة، وهابدأ دلوقتي بقى إيه، إن أنا أنزّل عليها الكنافة، بس أنا ما نزّلتش عليها الكنافة على طول إلا لمّا القشطة نشفت معايا، يعني بقت ناشفة كده ما تبقاش إيه، ملزّقة، بتصُبّي القشطة على الكنافة وبتسيبيها لمّا تهدى خالص وتبرد وتبقى خلاص ملمسها ناعم، وبعد كده تقومي جاية حاطة بقى إيه، الكنافة زي ما أنتِ شايفة وما تدوسيش أوي علشان ما تبُظِّش معاكِ من هنا ولا من هنا ولا من هنا، بس كده خلاص. معلقتين بقى كده من السمنة وسيبيها بقى إيه على جنب دلوقتي لمّا نيجي نسوّي. أنا عملت محشي النهارده، بس ما صوّرتوش معاكم لإن أنا عملت محشي معاكم كتير أوي محشي كرنب، ففاض شوية كده ما كنتش هاعمل بصراحة كوسة ولا حاجة، بس فاض شوية كده من الخلطة اللي هو الرز أبو صلصة ده من الكرنب، فإيه قُلت أمّا أقطّع كده حبّايتين الكوسة دُولة وأقوّرهم كده وبعد كده بقى إيه، آجي أحشيهم، بدل ما الرز إيه، يعني يترمي وفاض وكده بدل ما أحطّه برضه في الفريزر مش بيبقى أحسن حاجة يعني. وكمان كنت عملت السلطة هنا، عملت طبقين من السلطة كده حاجة عسل كده، عملتهم بس هادخّلها التلاجة دلوقتي لإن إحنا برضه كنا لسه بدري شوية، فهادخّل السلطة دلوقتي التلاجة وهابدأ دلوقتي إن أنا أحشي بقى دلوقتي إيه، الكوسة مش هاعملها في حلة لإن هُم شوية صغيّرين، يعني مش كتير أوي إن أنا أعملهم في حلة بقى وكده. وكنت كده خلاص خلّصت الجلاش أهو زي ما أنتم شايفين، وعملت الكنافة وعملت الفراخ كانت استوت، وعملت السيرب وعملت السلطة وعملت اللي هو الرقاق اللي بالزبدة، وكل حاجة كده كنت خلّصتها، وكمان البطة كمان كانت استوت. كنافة كده كمان كنت خلاص دخّلتها الفرن وادّت لها لون كده جميل، أول ما طلعت على طول وهي سخنة كده سقيتها على طول بالسيرة، وهاغطّي عليها وهاسيبها لإن دي بتبقى محتاجة شوية، وشوفي بقى دَكَر البط الجميل ده، كان استوى بقى زي الفل طلّعته كده نشّفته من الشوربة وقُمت جاية دهنة وشه كده بشوية من الزيت ودخّلته إيه، الفرن يتحمّر. عندي هنا رُز بسمتي دلوقتي حطّيت كده شوية لإن أنا بانقعه قبلها كده بربع ساعة، حطيت الكمية المناسبة ليّا وغسلته غسلة نضيفة وسِبته كده يتنقع إيه ربع ساعة، يالّا بقى دلوقتي حلة كده فاضية نزلت فيها كده ببصلتين قطّعتهم كده خُرَط عادي يعني خُرَط مناسبة وهافضل إن أنا أشوّح فيهم شوية كده أمّا أطلّع منّهم الرطوبة، وبعد كده هانزل بشوية من الزيت، وهافضل إن أنا دلوقتي كده أقلِّب كده في البصلاية لحد أمّا تاخد لون يكون كويس، معايا بقى جزرتين دلوقتي كده هابشرهم على طول كده بالمبشرة جنبي وأول ما تاخد لون كده البصلاية شوية هاقوم جاية نازلة دلوقتي بالجزر، وهابدأ إن أنا أشوّح فيه برضه، أشوّح فيه كده شوية أهو زي ما أنتم شايفين، وبعد كده هانزل بقى بالتوابل اللي عندي، عندي لومي وعندي قرفة، وحسيت إن هي محتاجة شوية زيت حطيت لها شوية من الزيت، عندي لومي دلوقتي خدت واحدة وخدت حبهان، ومعايا دلوقتي كده قرفة، مش باحب القرفة كتير خدت يا دوبك هو عود واحد بس قسمته نُصّين، وعندي كركم وكاري وعندي بودرة زعفران، بودرة الزعفران بتجيبيها من عند أي عطار وبتقومي جاية قايلة له عايزة بودرة زعفران، البودرة أحسن بكتير من اللي هو الحبوب ديّة، فحطيت شوية برضه مناسبين وكان خلاص صفيت دلوقتي الرز البسمتي، ونزلت عليه دلوقتي على التوابل كده وشم الريحة وشم الجمال، حرفيًا تحفة، هافضل إن أنا أقلِّب فيه كده لحد أمّا اللون كُلّته يبقى موحّد، ما تبقاش حتّة بيضا وحتّة صفرا،
ولحد برضه إيه أمّا أخلّي ما فيهوش أي رطوبة خالص ولا فيه أي مَيّة ولا حاجة خالص، يبقى الرُزاية مفلفلة معاكِ، وبعد كده زيديه بقى بالمَيّة. جرّبته قبل كده بالشوربة ما عجبنيش، يعني أنا زِدت قبل كده الرز البسمتي ده بالشوربة والله ما عجبني، بالمَيّة أفضل بكتير. خرّطت هنا بقى كده الرقاق ويالّا بقى إيه، نغرف بقى المحشي، كانت صينية محشي كانت عسل حرفيًا. حطيت شوية كده بس يعني هي حاجة منظر كده، شوية كده من الكزبرة وحرصيت عليها دلوقتي المحشي، وبرضه طبق تاني هاحط شوية كده برضه كده من الكزبرة، وهانزل عليه بقى بالدكر البط اللي زي الفل ده. نرجّع ده ورا بقى كده، وحطيت برضه إيه يعني حاجة شكل كده جمالي كده، حبّتين طماطم كده ضبّطتهم وإيه، عملنا شكل كده. ويالّا بقى كده إيه، نغرف بقى الكنافة وشوفي جمال الكنافة، حرفيًا كانت جبّارة، صينية كنافة بالقشطة حاجة كده تحفة. جِبت بقى صينية دلوقتي كده حطّيت عليها شوية كده من الرز البسمتي وهارُص عليها الفراخ، والفراخ دي حرفيًا أقسم بالله كانت تحفة، ريحتها يا ناس جبّارة، طعمها خرافة. ويالّا بقى كده نغرف كمان، وقطّعنا كده صينية الجلاش زي ما أنتم شايفين، والسلطة كمان برضه كده كنا خلاص بقى كان خلاص المغرب كان هنا بقى إيه، بيأذّن، يعني إيه خلاص وأنا باغرف كده كان الأكل إيه، المغرب كان هنا بيأذّن، وطلّعنا الحلو كمان الكاستر والكاستر بالجيلي والبطة، وكمان الكنافة زي ما أنتم شايفين، والرز البسمتي، وكنت عاملة عصير زي ما قُلت لكم تمر وعصير فراولة، وخلّصنا كده الأكل كُلّياته زي ما أنتم شايفين أهو. إيه رأيِك بقى في الجمال؟ وفطرنا في اليوم ده وألف هنا وشفا لأي حد كَل من الأكل. وكمان كنت عاملة المحشي والرقاق كده لفّيته كده عليه زي ما أنتم شايفين أهو، وكنا كمان جايبين عيش، وألف هنا وشفا لأي حد داق من الأكل ده، وبس كده، واليوم خلص. أيوه كده. يا جماعة إحنا عندنا بنصلّي المغرب الأول، جوزي وابني بيروحوا يصلّوا المغرب وبعد كده بييجوا باكون أنا حطّيت الأكل وخلاص وبناكل. حد قبل كده شافني وأنا باكل في الفيديو قال لي: "أنتِ فاطرة." طَب بالله عليكم ده يرضي حد؟ يعني أنا لو فاطرة يعني خلاص يعني ضاقت بوِش الدنيا هاجي آكل في الفيديو؟ السلام عليكم.